إذا أول أيام التقدم بأوراق الترشح لعضوية مجلسي الشعب والشورى بالمحافظة إقبالا محدودا، ويعد حزب الحرية والعدالة هو الحزب الوحيد الذي تقدم بقائمته، أما بقية المرشحين فكانوا من المستقلين. من ناحية أخرى، أصدر مجلس إدارة الجهاز التنفيذي للمنطقة الحرة قرارا بفتح باب التقدم للحصول على حصص استيرادية جديدة للتجار خلال 30 يوما، على أن تبدأ الغرفة التجارية في تلقي الطلبات اعتبارا من منتصف أكتوبر الجاري وفقا للشروط المعلنة. في بورسعيد أيضا أطلق عدد من شباب المحافظة صفحة على موقع فيسبوك لنشر أسماء أعضاء الحزب الوطني المنحل، وذلك للتحذير من انتخابهم أو دخولهم الحياة السياسية مرة أخرى. من بورسعيد معي الصحفي أحمد الجمال. أستاذ أحمد، هل هناك تفسير لهذا الإقبال الضعيف في اليوم الأول لفتح باب الترشح؟ نعم، بدأ اليوم التقديم، وشهد أول أيام التقدم بأوراق الترشح لعضوية مجلسي الشعب والشورى ببورسعيد إقبالا ضعيفا، ولا يعرف ما هو السبب، حيث تقدم حتى الواحدة بعد ظهر اليوم 17 مرشح لعضوية مجلس الشعب والشورى مقابل 5 لمجلس الشورى. بلغوا بعد ساعة إغلاق الباب إلى 23 مرشح مقابل 7 مرشحين لمجلس الشورى. وتصدر قائمة الحرية والعدالة، حزب الحرية والعدالة، الدكتور أكرم عشار عضو الهيئة العليا بالحزب والبرلماني السابق على مقعد الفئات، ومحمد موافي على مقعد العمال لانتخابات مجلس الشعب. أما الدكتور محمد الصادق أستاذ الهندسة بجامعة بورسعيد من حزب الحرية والعدالة أيضا على مقعد الفئات لمجلس الشورى. ويعد الحرية والعدالة هو الحزب الوحيد الذي تقدم فيه منه أفراد بشكل رسمي، وبقية المرشحين على مقاعد المستقلين، ولكنهم لم يتقدموا عن طريق القائمة، تقدموا على مقاعد المستقلين أيضا. نعم، وليس بالقائمة. طيب أستاذ أحمد، يعني التراخيص لاستيراد التجار، تراخيص استيراد ماذا؟ لكل التجار؟ نعم، هي حصص استيرادية. قرر الجهاز التنفيذي للمنطقة الحرة زيادتها، حيث أصدر مجلس إدارة الجهاز التنفيذي للمنطقة الحرة ببورسعيد مساء أمس الثلاثاء برئاسة اللواء أحمد عبد الله محافظ بورسعيد قرارا يقضي بفتح باب التقدم للحصول على حصص استيرادية جديدة خلال 30 يوما، على أن تبدأ الغرفة التجارية في تلقي الطلبات اعتبارا من منتصف أكتوبر الجاري. وأوضح القرار تلقي الغرفة التجارية لطلبات التجار بموجب خطابات بريدية مسجلة بعلم الوصول طبقا للشروط التي تقضي بأن يكون المتقدم يملك سجلا تجاريا ويمارس نشاط الاستيراد فعليا وبطاقة. ولكن هذا يشمل كل السلع؟ لا، السلع المستوردة فقط. نعم، بمختلف أنواعها. الملابس الجاهزة. طيب، الملابس الجاهزة والأقمشة. شكرا للصحفي أحمد الجمال، كان يتحدث إلينا من بورسعيد.